ايه القوة اللي عندك دي؟ من وين جايب الصبر والثبات اللي انت فيه ده؟ ازاي تشيع جنازة ولدك في النهار وتطلع تغطيها اخبارية بالليل؟ انت ايه يا عم وائل؟ قول لي يا راجل انت مين؟ انت من نفس الطينة اللي احنا منها؟ ولا انت جبل لابسك انسان؟ يا راجل انت عجزت كل الصحفيين من بعدك، خليت الكاميرا اقوى من الصاروخ النووي وصوت الميكروفون اشد من صوت المدافع. للدرجة دي جيش كامل بمخابراته وطيرانه وصواريخه بيعمل كل ده علشان يهدك ومش عارف؟ للدرجة دي انت تعبهم وحارق اعصابهم. ده انت عمرك ما مسكت بندقية يا ابو حمزة ولا حتى مسدس صوت، ولا هو صوت الحقيقة اللي قالق منامهم ومخليهم خايفين منك. 3 محاولات تهد جبال الدنيا يا خال وائل وانت لسه واقف زي السبع في قلب الميدان. اول مرة قصفوا اسرتك كلها وقلت معلش، وفي نفس اليوم طلعت تغطية اخبارية ولكنك فقدت اعز الناس ليك يا اخي، وقلت الحمد لله سابوا لي حمزة، وبعدها قصفوك انت شخصيا وكان معك زميلك المصور سامر ابو دقة، ومع ذلك طلعت باصابتك تودع زميلك سامر ابو دقة الله يرحمه. وامبارح يا خال قتلوا حمزة وانت يا ابو حمزة واقف تودعه كأنك كل شعب غزة وكأنك انت نفسك غزة، وغزة هي انت يا دحدوح. انت مين؟ قول لي ايه الفصيل البشري اللي افراده شبهك؟ انت مستحيل تكون زينا، انت اكيد جاي من زمن الصحابة علشان تعلمنا الصبر والثبات. انت بتعمل ايه في زمننا؟ احنا في زمن خنوع وخضوع. انت جاي هنا تعمل ايه؟ جاي تحرجني يا خال ولا ايه بالظبط؟ احنا الصحافة عندنا تكييف والقلم فيها تحريف، والمعارك الصحفية عندنا عبارة عن انفصال الفنان عن الفنانة. انت ازاي الصحافة عندك هي محاربة جيش بيقود حرب ابادة على شعب اعزل وانت واقف في وشه وحدك، وسلاحك هي ميكروفونك وكاميرتك، وبعد ده كله ثابت وصلب وواقف في وش المصايب وبتقول معلش يا جبل ما يهزك ريح. خالص العزاء مقدمة من سوهاج قلب الصعيد عن لسان كل راجل صعيدي حر بيقول لك عظم الله اجرك يا ابو حمزة. ولو علينا كنا قلنا لك من يوم 7 اكتوبر خلي عنك يا ابو عمو، ارضك هي ارضي وعرضك هو عرضي. حسبي الله ونعم الوكيل.